فرنكي بيرونية إدارة بيرونية وكلاكي. طبعا بعد توقف الطيران الحربي لفترة طويلة نسبيا، الآن بدأت الطائرات الحربية التركية أيضا بدأت بالعمل في أجواء شمال وشرق سوريا. يبدو أن هناك تفاهمات جديدة تحصل على الأرض. من ناحية الطيران الحربي الروسي بدأ يعمل في إدلب وحوالي إدلب الشمالية الغربية، وبنفس التوقيت أيضا الطائرات التركية الحربية بدأت تعمل. تعودنا بأن هناك المسيرات التركية تأخذ دورا خطيرا باستهداف الوطنيين المدنيين والعسكريين، لكن أن تتحرك الطائرات الحربية فهذا يعني منذ فترة طويلة كانت الطائرات الحربية يعني بعيدة عن الأجواء. يبدو أن كما قلت هناك اتفاق ضمني ما بين روسيا وتركيا، كل واحدة منها تحاول أن تغطي على الأخرى أو تردي الأخرى، خاصة منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا. تركيا تحاول أن تلعب على عدة حبال، تحاول أن تستفيد من الرئيس الأوكراني وتستفيد من الرئيس الروسي، وتحاول استرضاء الطرفين. لكن يبدو أن بوتين أيضا يعني شعر بما يحاول تمريره الرئيس أردوغان، فهو أيضا يريد أن ينال حصة الكبرى في سوريا. يعني الآن نحن في شمال وشرق سوريا لا يعني لم نطلق طلقة إلا ردا أو دفاعا عن الذات، لكن تركيا كلما تصعد هجومها على شمال وشرق سوريا فنحن هنا نفهم بأن تركيا تتلقى ضربات عنيفة في مناطق الدفاع المشروع.